السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، تنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم كاب كيك، مقادير بسيطة وتيجي رائع. عندنا في المقادير 2 بيضات، ندير معكم المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. تناخذ واحد البول نديرو فيه 2 بيضات، وكاس العنبة ديال السكر حبيبات، ورشة الملح. عندنا راس معلقة ديال فاني، نخلطوا هاد المقادير بالطراب الكهربائي، نضربوه مزيان حتى يولي لنا الخليط ابيض. نضربوه مزيان تيذوب السكر ويتبدل لينا لون الخليط يولي ابيض. تنشكر جميع المتتبعين والمتتبعات اللي تيشاهدوا ليا الفيديوهات ديالي وكيخليو لي كومونتير زوينين، جزاكم الله كل خير. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والبارطاج والاشتراك اللي ما مشتركش، فضلا منكم وليس امرا. جزاكم الله كل خير، الله يحفظكم جميعا. غادي نستمروا في الخلط مزيان حتى يتبدل اللون ديالو. غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتي، نضيفو شويه بشويه. نتوما كلشي واضح قدامكم. اللي عنده شي ملاحظات يخليهم ليا في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. نكملوا الباقي ديال الزيت ونخلطو مزيان. كيك ساهل وتيوجد بسرعه تيعجب الوليدات. نضيفو كاس العنبه ديال الحليب، حليب بارد. المقادير 2 بيضات، كاس ديال سكر حبيبات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت. من بعد نضيف واحد الكاس ديال الياغورت، اللي بغا يضيفو اختياري، تيزيد لي واحد النكهه ولذه زوينه بزاف. من بعد تنحطو الخلاط الكهربائي ونستمر بالخلط بالفوي باليد، نخلطو مزيان. اللي ما عندوش يمكن ليه يخلطها بالطراب اليدوي بحال هكا، ما كاين حتى شي مشكل، غير هو خصو يخدم مزيان يخلط مزيان. دابا غادي نضيفو الدقيق الابيض كتشوفوا، ومن بعد ما كنغربلوه كاس ديال العنبه، غنضيفو 2 خمارات ديال الحلوى وزن 7 غرام او 8 غرام، يعني 16 غرام. ضفنا كاس ديال الدقيق فورس الخاص بالحلويات. غادي نستمروا في الخلط تندخلوا داك الدقيق ديالنا. من بعد غادي نضيفوا الكاس الثاني وغادي نغربلوه. نخلطوا الدقيق تينسجم لينا مع الخليط.
نخلطو مزيان. نضيفو الكأس الثالث، نستمرو كتنساليو الدقيق ديالنا. الكأس الثالث ما ضفناش كامل، دازت غير نص كاس. هيا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا، وهذا هو القوام ديال العجينه. في هذه الاثناء تنكونوا شاعلين الفران تيسخن. غنجبدو ليمون اللي غادي نعمرو بهم الخليط. انا عندي هاد الليمون درت في وسط منهم الكاغيط ديال الكيك باش ما يتسلعوش ليا. هاد الكويقطات جاوني كبارين على الخليط، من الاحسن نديرهم صغارين شويه باش يجيو طالعين. غادي نعمرو الخليط ديالنا كامل، نستفوهم في الطاوه وندخلوهم الفرن، نخليهم تيطيبوا ويتحمروا. الا بغيتو تزينوهم بالشوكلاط ولا باي حاجه، انا خليت واحد شويه ديال من هذا الخليط هذا وزدت ليه واحد المعلقه ديال البودره ديال الكاكاو وخلطتها، ومن بعد زينت من فوق الكيكات ديالنا، الكاب كيك ديالنا درت فيهم شويه شويه للتزيين فقط. هانتوما كتشوفوا بعد ما خرجناهم من الفران جاو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفافين ورطبين. نتوما كتشوفوا داك الشكلاط اللي قلت لكم راني ضفتو، شوف كيجيو مفشفشين رائعين. تنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البانكيك ديالنا ديال لي مادلين. تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك والبارطاج. فضلا منكم وليس امرا. ودمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.